الفيلم بيبدأ بفلاش باك في بيت عيلة لامبريت سنة 1986. هنا بنشوف أول مقابلة بين إليز وعيلة لامبريت. إليز اللي لسه بتكون شباب بتزور لامبريت الأم وابنها جوش في بيتهم لأن لامبريت عايزة تعرف إيه سر الحوادث الغريبة اللي بتحصل مع ابنها جوش. إليز بتجيب معاها مساعدها واللي بيكون اسمه كارل. لورين بتوريهم صور باينة طبيعية لابنها، بس في كل صورة في كائن أسود مرعب في الظهر، وهي حتى سايبة أحسن صورة للآخر اللي فيها إيد شبح طالعة من الكائن الأسود، والإيد دي بتحاول توصل لجوش. إليز بتطلب تقابل الولد وكارل بيبدأ يصور جوش. إليز بتبدأ تسأل جوش شوية أسئلة، وفي النص بيقول لها إنه بيشوف أحلام غريبة كل ليلة، والأحلام دي بتخوفه جدا، وكمان بيشوف جنية بتلحقه في أحلامه. وجوش وهو في نص جلسة التصوير بيبدأ ينعس، بس مش عشان تعبان لكن عشان إليز بتنومه تنويم مغناطيسي. إليز بتدخل جوه عقل جوش وبتبدأ تدور على الجنية اللي جوش بيتكلم عليها. عشان تقدر توصل لها قررت تتكلم مع جوش عشان تعرف هي موجودة فين في البيت، فبيقول لها إنها موجودة في دولابه. لكن إليز لما بتقرب من الدولاب كائن غريب بيهجم عليها وإيديها بتتعور، فبتقرر تطلع بسرعة من عقل جوش. وإليز بتقول للورين إن ابنها عنده القدرة على الإسقاط النجمي واللي بتخليه يقدر يسافر بروحه لبعد تاني، وكل ده وهو نايم، وإن رحلته الليلة خلت روح شريرة عايزة تاخد جسمه، والروح دي تبقى روح الجنية اللي بتظهر له كل ليلة في المنام، وإنهم لازم يمنعوا الجنية دي من إنها تسيطر على جسمه بأي طريقة. وفي الوقت اللي إليز ولورين بيتكلموا فيه جوش بيقف فجأة وبيعرض عليهم إن هو يوريهم حاجة مهمة، والموضوع بيبقى مقلق شوية لأنه لسه متنوم، ومع ذلك قادر يمشي في الأوضة الضلمة كأنه شايف كويس جدا. بعدها بيشاور على أوضة في آخر الطرقة والباب بيفتح بالراحة لوحده، وبعدها لورين وإليز بيتخضوا من المنظر اللي شايفينه وبيمسكوا جوش وبياخدوه بعيد عن الباب وبيحاولوا يفوقوه. بعدها بنروح للوقت الحاضر، بنكتشف إن إليز ماتت، وإن محقق الشرطة بيحقق مع رينيه لأنها هي اللي لقت جثة إليز، وبيسألها عن اللي شافته الليلة دي. والشرطي بيقول لرينيه إن جوش جوزها هو المتهم الأساسي في قضية قتل إليز، فتحكي له إن واحد من الأشباح اللي موجودة جوه البيت هو اللي عمل كده في إليز، وإن استحالة يكون جوزها جوش هو اللي عمل كده. بعدها بنروح لليلة الحادثة، بنشوف رينيه اللي بتتصدم من مشهد جثة إليز وبتبقى خلاص هيغمى عليها من الخوف، وجوش بيحاول يصحي إليز وبيهزها ولكنها للأسف خلاص كانت ماتت. والمحقق بيوافق يصدق قصة رينيه الغريبة عن البيوت المسكونة والأشباح على الأقل لحد ما يجمع أدلة يثبت بيها إذا كانت العلامات اللي موجودة على جثة إليز آثار إيدين جوش نفسه ولا لا. وأثناء ما التحقيق مستمر، عيلة لامبرت الصغيرة جوش ورينيه وولادهم بيرجعوا يعيشوا في بيت لامبرت الأصلي اللي شفناه في أول فلاش باك، وأم جوش لسه عايشة في البيت ده. بيعديش وقت طويل ويبدأ يحصل لهم حاجات غريبة تاني. وفي ليلة رينيه بعد ما نامت بنتها كالي لقت البيانو بيعزف لوحده من غير ما يكون في أي حد قاعد عليه. بعدها بتسمع صوت بنتها كالي فبتجري عليها وبتلاقيها مرمية على الأرض زي ما يكون حد رماها من فوق السرير. ورينيه بتقول لجوزها جوش إن العفاريت مش راضية تسيبهم في حالهم وإن هما لسه بيطاردوهم، وجوش بيحاول يهديها. والحاجات الغريبة دي بدأت تتطور أكتر، ووصلت إن لورين في يوم لقت دالتون بيمشي وهو نايم فراحت تنيمه، بس وهي بتنيمه دالتون بيقول لها إن هو شايف ست وراها، بس لورين مش بتلاقي حد وراها وده اللي بيرعبها أكتر. فبتقوم تدور في البيت على الست اللي دالتون بيقول عليها وبتلاقيها وبتمشي وراها ولكنها بتستخبى في أوضة، فبتروح ناحيتها ومش بتلاقي الست، بتلاقي جوش هو اللي جوه الأوضة. لورين بتقول لجوش على اللي حصل، بس هو بيقول لها أكيد كل اللي شافته ده كان تخيلات. بيطلب منها إنها ما تقولش لأي حد تاني من العيلة على اللي حصل علشان كلهم خايفين، فمش عايز يخوفهم أكتر. لكن لورين لسه مش مطمنة من الحاجات الغريبة اللي عمالة تحصل، وبتحاول تربط اللي بيحصل دلوقتي باللي حصل لجوش زمان في طفولته، فبتتصل بمساعدين إليز المتخصصين بالحاجات الخارقة للطبيعة بايكس وتاكرز اللي شفناهم في الجزء الأول، لأن المساعدين دول اللي اشتغلوا مع إليز وممكن يكون عندهم خبرة كفاية إن هم يكتشفوا اللي ممكن يكون بيحصل المرة دي. ولورين بتقول لهم إن لسه في أحداث غريبة بتحصل لهم وإن جوش بقى غريب جدا الفترة دي وهي حاسة إن في حاجة مش تمام. مساعدين إليز بيقولوا للورين إن هم شاكين برضه إن جوش في حاجة مش طبيعية، واللي بيأكد كلامهم الفيديو اللي اتصور لجوش لما كان صغير اللي احنا شفناه في الأول واللي بيظهر فيه جوش الكبير، ومحدش عنده أي تفسير لده. وللأسف هم بيفشلوا إن هم يلاقوا إجابة واضحة، فبيقرروا إن هم يستدعوا روح إليز، ولكن هم ما يقدروش يستدعوا روح، والوحيد اللي يقدر يعمل كده هو كارل شريك إليز. وبالفعل بيستدعوا كارل وبيسمع قصة لورين، وبيقرروا يتواصلوا مع إليز من العالم الآخر عن طريق جلسة أسئلة وأجوبة بسيطة، وبيستخدم في الجلسة نرد عليه حروف. الموضوع ده بيتم عن طريق إن هم بيسألوا أسئلة لروح إليز وبتجاوب عن طريق إنها تكتب الكلام بالأحجار اللي على الترابيزة، وبيلعبوا لعبة من 21 سؤال. وبيوصلوا لاستنتاج إن نفس الست السوداء اللي كانت بتطارد جوش سنة 1986 هي اللي قتلت إليز، وبيسألوا إليز عن مكان الست دي، فبتقول لهم إن هي موجودة في مستشفى مهجورة. ساعتها لورين وشها بيصفر وبتبدأ تحط النقط على الحروف، وبتفتكر إنها كانت شغالة في المستشفى دي من زمان سنة 1986، ده نفس الوقت اللي بدأت فيه مشاكل جوش وهو طفل. وبيسألوها إذا كان حصل أي موقف غريب في المستشفى ساعتها، فبتحكي إن زمان جوش كان رايح معاها وكانوا في أوضة عمليات مع مريض اسمه باركر. باركر كان المفروض إن هو متخدر، ولكن لما جوش قرب منه باركر فجأة مسك جوش وهجم عليه. وبعدها بفترة لورين قابلت باركر في الأسانسير، وقتها سألت باركر عن السبب اللي خلاه يهجم على ابنها جوش، بس باركر ما بيردش وبيخرج بره الأسانسير. ولورين بتسأل ممرضة شغالة في المستشفى عن حالة باركر، بس بتتصدم لما تعرف إنه انتحر ومات أساسا. في نفس الوقت ده بنرجع لرينيه في البيت وبتكون قاعدة مع دالتون وبيحكي لها
امبارح انه شاف حد واقف وراه، وقال لها ان هو يقصد الست اللي لابسه فستان ابيض، وقال لها ان جدته شافتها برضه ومشيت وراه لغايه اوضه معينه، وهناك جدته ما لقتش الست اللي لابسه ابيض ولقت جوش ابوه. وبعد ما جدته خرجت شاف ابوه بيكلم نفسه وبيقول لواحده مش موجوده ان الحركات دي ما عادتش تنفع. ودالتون بيقول لمامته انه من وقتها مش قادر يطمن لباباه وخايف منه جدا، فهي بتحاول تطمنه. بعدها بيروح جوش عشان يوصل اولاد المدرسه وما بيفضلش في البيت غير رينيه. ومره واحده بتلاقي الست اللي لابسه فستان ابيض قاعده قدامها في الصاله وعماله تغني، فبتترعب. فرينيه بتحاول تقرب منها لكن الست دي بتختفي فجاه، ورينيه فجاه بتسمع صوت عياط بنتها كالي، فبتطلع جري عشان تطمن عليها بس مش بتلاقيها. تسمع صوت صريخ من الصاله تحت، فبتنزل ومره واحده بتلاقي الست العجوزه امه فستان ابيض قدامها وبتضربها جامد، فبتقع من الضرب وبيغمى عليها. بعد شويه بيرجع جوش البيت وبيلاقي رينيه مغمى عليها. في الاول بينهار وبيحاول يفوقها، لكن الغريب ان سلوكه بيتغير فجاه وبيبدا يتصرف بشكل غريب جدا وبيتكلم صوت شرير مش شايفينه في الحمام. وفجاه رينيه بتفوق وبتصوت جامد، وجوش بيحاول يهديها ويقنعها ان كل اللي شافته تهيؤات. بس رينيه ما قدرتش تستحمل واتخانقت مع جوش، بس خناقه بتتقطع بصوت بيانو جاي من الاوضه التانيه، وبيروحوا يشوفوا الصوت ده جاي منين. ورينيه بتبقى عارفه اللحن ده عشان هي اللي الفته عشان تديه هديه لجوش، بس جوش مش باين عليه انه فاكر اي حاجه عن اللحن ده. في نفس الوقت لورين والمساعدين راحوا المستشفى عشان يعرفوا السر ورا باركر. هناك بيلاقوا اوضه العنايه المركزيه القديمه اللي لورين كانت بتشتغل فيها واللي منها بدات كل المشاكل دي، وبيفضلوا يدوروا في المستشفى في كل مكان عشان يلاقوا اي خيط يساعدهم. وهم بيدوروا بيلاقوا في سجلات المرضى ملف المريض باركر، وفي الملف بيكون مكتوب عنوان بيته، فطبعا ما بيفوتوش الفرصه دي وبيروحوا بيت باركر. واكيد طبعا في الاخر هيطلع بيت مهجور، وفعلا بيوصلوا بيت باركر وبيكون معاهم كشافات وكاميرات تصوير، وسبايكس وتاكرز بيطلعوا فوق وبيوصلوا لاوضه باركر القديمه. وجوه الاوضه بيلاقوا بنت صغيره بتكلمهم وترحب بيهم وبتقول لهم ان هم هيتقتلوا لو صاحبها شافهم، فطبعا بيمشوا بسرعه. وفي نفس الليله دالتون بيصحى من النوم على صوت غريب، وفجاه بيلاقي عدد كبير قوي من الستات وبيبقى شكلهم مرعب قوي وكلهم متجمعين حواليه. ورينيه بتيجي في اللحظه المناسبه وبتنقذه منهم، وما بنبقاش عارفين حتى ده كابوس ولا حقيقه. بعدها نرجع لاوضه البيانو تاني ونلاقي جوش بيتصرف بغرابه اكتر من الاول، وقاعد في ركن ضلمه وبيكلم نفسه وبيتكلم ان بيته كله دلوقتي بقى ضلمه وما بنبقاش فاهمين منه اي حاجه. ولما بيقوم عشان يمشي بنكتشف اخيرا ان ده مش جوش الحقيقي، وان جوش الحقيقي محبوس في بعد تاني وبيحاول يطلب المساعده. وبنرجع تاني لبيت باركر وبنشوف كارلو وهو بيحاول يطلب المساعده من اليس وبيستخدم احجار النرد تاني. وهنا بنكتشف ان هو طول الوقت ما كانش بيكلم اليس ولكنه بيكلم واحده اسمها ماتر مورتيز واللي بتكون نفسها ام باركر. وبعدها بيلاقوا اوضه سريه وبيدخلوها، والصدمه ان هم بيكتشفوا جثث كتير ماليه الاوضه واجزاء مقصوصه من جرايد عن قاتل متسلسل كان بيلبس فستان فرح اسود. وكارلو بيحط ايده على جثه منهم ومستخدم مهاراته وبيرجع بالزمن لورا عشان يقدر يجمع كل الخيوط مع بعض. وكارل بيشوف باركر الطفل واللي بتكون امه نفسها الست ام فستان ابيض واللي بتجبره ان هو يلبس فساتين بنات عشان لما بيبقى ولد بيفكرها بابوه اللي بتكرهه، وهي كمان اللي كانت بتجبره ينفذ كل جرائم القتل اللي بيعملها. وباركر كان لما بيلبس الفساتين دي كان بيتحول لسيدة الموت، ودي نفسها هي نفس الشبح اللي بيراقب جوش من وهو صغير. وكده بنكون وصلنا كل الخيوط مع بعض وبنوصل لاصل المرض النفسي اللي عند باركر. وباركر العجوز لما شاف جوش الطفل اتعلق بيه قوي وقرر انه هيلبس جوش عشان يعيش طفولته اللي ما عاشهاش بسبب مامته. ففي يوم باركر قرر ينتحر عشان يطارد جوش، بس للاسف ما قدرش يلبسه وهو صغير، بس قدر لما جوش كان بيحاول ينقذ ابنه. ولما ام باركر عرفت ان ابنها بقى في جسم جوش قررت تطارده عشان ترجع تقنع ابنها تاني ان هو ينفذ جرائم القتل اللي كان بيعملها. ودلوقتي بعد ما لورين وفريقها بقوا فاهمين كويس مرض باركر وامه بيجروا بسرعه على بيت لورين عشان يتعاملوا مع الست المجنونه اللي بتحاول تسيطر على جوش عشان تكمل سلسله الجرائم المريضه بتاعتها. وتاني يوم الصبح لورين بتقابل رينيه بره البيت، وبما انها بقت عارفه عن الروح الشريره اللي مسيطره على جوش، لورين بتقول لرينيه ان هي وولادها بقوا في خطر جامد وان هم لازم يبعدوا عن البيت عشان يكونوا في امان بعيد عن جسم جوش المسكون. وكارل بيدخل البيت عشان يحاول يخدر جوش، يقدروا يرجعوا جوش الحقيقي لجسمه من العالم التاني. ولكن باركر اللي في جسم جوش بيكتشف الحقيقه وبيضرب كارل بسكينه، وسبايكس وتاكرز بيحاولوا ينقذوا كارل ولكن بيفشلوا، وجوش بيهجم عليهم هم كمان وبيقعوا وبيغمى عليهم من الضرب. وهنا بنروح العالم التاني ونشوف كارل اللي بيقابله جوش الحقيقي، وهنا بنعرف ان كارل مات بما اننا شفناه في العالم التاني. وكارل وجوش بيحاولوا يحطوا خطه عشان يرجعوا روح جوش الحقيقي لجسمه، فبيقرروا يدوروا على روح اليس عشان تساعدهم. وكارل وجوش بيلفوا في البعد ده ويلاقوا بيت جوش موجود في العالم التاني، وهناك روح اليس بتكون موجوده وبتنقذ عيله لامبرت مره تانيه من هجوم شيطاني جديد من العالم التاني. واليس بتدي لجوش نصايح عن ازاي يسحب الروح الشريره من جسمه البشري، وبتقول له ان هو لازم يقتل الست اللي لابسه ابيض لان لو هي مش موجوده باركر مش هيوصل للمرحله دي. وبتساله لو يعرف مكان ام باركر بما ان هي كانت بتظهر له وهو صغير، فجوش بيقول لها ان هو مش فاكر اي حاجه، فبتقول له ممكن تكون انت مش فاكر بس انا اعرف حد اكيد فاكر. فهي بتاخده بتروح عند جوش الصغير، وده اللي كان بيفسر ليه جوش الكبير كان موجود في التصوير القديم. وبنرجع للورين ورينيه اللي بيرجعوا لبيت العيله اللي بيتعرضوا لهجوم من جوش في العالم الحقيقي. وجوش بيمسك رينيه وبيخنقها، بس اولادها دالتون وفوستر بيوصلوا في الوقت المناسب وبيخبطوا جوش الملبوس على
على راسه وبيغمى عليه وبيقدروا ينقذوا امهم، وبعدين بيستخبوا في البدروم. بعدين بنرجع للعالم التاني ونشوف جوش الكبير وهو بيسأل جوش الصغير مكان ام باركر، فبيشاور له على باب والباب بيفتح لوحده، وده اللي بيفسر ما جوش الصغير اتحرك وهو متنوم وشاور ناحية الباب. بعدين جوش بيوصل للأوضة وبيلاقي الست اللي لابسة بتعذب ابنها، واللي بيكون لابس لبس زي لبس البنات، وبتزعق له لأنه كاتب اسمه في المدرسة باركر مش ميرلين. وهنا كارل وجوش وإليز عند الباب فبتزعق لهم، فجوش بيستخبى في الأوضة، واللي بتطلع الأوضة اللي متخزن فيها الجثث. وبنرجع تاني لبيت لامبرت، بنشوف رينيه وولادها محبوسين في البدروم. ساعتها دالتون بيقرر يروح العالم التاني عشان يساعد أبوه الحقيقي. بعدها بنشوف إليز بتقابل باركر الطفل وبتحاول تقنعه يساعدها بإنه يدلها على مكان مامته عشان يقتلوها، وقتها بس هو هيتحرر فبيوافق وبيشاور لها على أوضة الجثث. فإليز بتوصل لها وبتضربها على راسها قبل ما تهاجم على جوش وبتموت. وقتها الخطر كله بيروح، وهم راجعين للعالم الحقيقي بيشوفوا شبح دالتون فبيفرحوا وبياخدوه معاهم للعالم الحقيقي، وبيرجعوا لجسمهم تاني وبيلحقوا رينيه ومساعدين إليز من خطر باركر اللي لابس جسم جوش. وبعديها بنشوف جوش وابنه وهم رايحين لمساعدين إليز عشان يشيلوا قدرة الإسقاط النجمي من عندهم، وبيكونوا شايفين روح إليز وراهم. ومساعدين إليز بيكونوا لسه مرجعوش للشغل، لكن لما بيرجعوا بيجيلهم حالة بنت، فإليز بتروح تشوفها، لكن لما بتشوفها بتترعب من اللي بتشوفه. وهنا يكون فيلمنا خلص، وده كان فيلم انسيديوس الجزء الثاني. فياريت الفيلم لو عجبكم لايك وكومنت وسبسكرايب.